سيف فاروق جعفر الى بيراميدز ب 12 مليون جنيه في السيزون الواحد. سيف فاروق جعفر اللي باع الزمالك، اللي رباه واللي كبره واللي علمه، وابن من ابناء رموز نادي الزمالك كابتن فاروق جعفر، باع الزمالك عشان خاطر الفلوس. شتان الفرق بين عقليه لعيبه الاهلي وبين عقليه لعيبه الزمالك. شتان الفرق بين كابتن محمد عبد الشافي وبين اي حد تاني جوه الزمالك اصلا، من اي لعيب تاني. حسين الشحات اللي رفض ملايين 128 مليون جنيه في الموسم الواحد عشان خاطر يكمل مع الاهلي. محمد الشناوي رفض عرض ب 2.5 مليون دولار عشان يكمل مع الاهلي ويبقى كابتن من كباتن النادي التاريخيين. شفت الفرق؟ صدقتوا ان بيراميدز بوظت الكوره؟ يعني انتوا صدقتوا ان هم بوظوا العقود بتاعت الكوره؟ انتوا صدقتوا كده دلوقتي ولا ده دلوقتي مش عصر الاحتراف؟ ساعة رمضان صبحي قلتوا ده الطموح وعصر الاحتراف واحنا لازم اللعيب يشوف نفسه ويشوف حاله ومستقبله. ما هو سيف برضه راح يشوف مستقبله.